ليش لما نعمل رز في البيت يطلع معنا شويه لاصق والمطاعم يطلع معاهم نثري ومفلفل؟ تجربتنا اليوم انه نعمل مع بعض النوعين ونشوف ايش الملاحظه. الرز حق البيت حنغسله مره واحده ونصفيه، رز المطاعم غسلوه كم مره الين ما تصفى المويه. هنعبي قدونه بالمويه ونولع عليها النار وننزل عليها الملح والزيت. الرز البيت حطه في القدر الاخضر ونوزن مويته ونطبخه على طول لمده 20 دقيقه. ورز المطاعم في القدر الاحمر ما حغطيه، نخليه يطبخ لين ما ينشف معنا الرز، واغطيه اخليه 20 دقيقه على نار واطيه و20 دقيقه ثانيه ونار مطفيه بس مقفل القدر. وريتكم الطريقتين، قولوا لي تحت في التعليقات ايش سركم انتم في عمل الرز، واللي خلاني اعمل التجربه هذه عشان نشوف فين السر، في الوصفه الاولى ولا الثانيه. ورز البيت خلص معنا، خلينا نشوف النتيجه. الرز باين انه مستوي ممتاز بس مكتل شويتين. ودحين تيست الغرفة، باين انه ملصق شويتين مو مرة نثري. ونشوف القدر الاحمر اللي صار فيه، شايفين كيف الرز مفلفل وطالع على فوق، والرز طلع معنا نثري ولا احلى. تحسبوا الاسرار خلصت؟ تعالوا اوريكم السر الاخير. تحطوا زبدة تسيح على الرز وتضيف نكهة مميزة. نعمل تيست الغرفة الان، سامعين كيف الرز نثري؟ وفي الشكل النوعين شكلهم جدا مشابه، بس في الملمس حق البيت شويتين ملصق، بس حق المطاعم طلع جدا نثري كل حبة بحبتها. ولو قربنا شوية حق البيت حتلاقوه مجعد شويتين، وحق المطاعم جدا انسيابي. نجرب اللي طبخناه بسرعة، رز ممتاز. نجرب الرز الثاني. طبعا الزبدة عاملة شغلة هنا، بس انا ما هحكم على الموضوع ده، بس الرز اللي هنا تحسوه اخف كثير. شو ده؟ الفرق واضح.